السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدر نقول يا جماعة النادي الأهلي على مقربة كبيرة جدا من أنه يخلص مع جاكسون مويكا المهاجم الكونغولي لاعب فريق نادي بشكتاش ومهاجم فريق نادي تي بي مازيمبي السابق ومهاجم نادي الساندر ليج السابق ولاعب المنتخب الكونغولي. أحرز 46 هدف وعمل 15 اسيست في 115 مباراة لعبها مع الأندية اللي شارك معاها من أول احترافه. المهاجم الكونغولي معروف في الأوساط الأفريقية، البالغ من العمر 23 سنة، طوله 180 سم، بيلعب وينج يمين وبيلعب وينج شمال وبيلعب سنتر فيرورد. يعتبر واحد من اللاعبين والمواهب المحدودة القليلة جدا في أفريقيا، واللي كان عدد كبير جدا من جماهير النادي الأهلي بتتمنى إن اللاعب ده يكون موجود في صفوف الفريق خلال الفترة اللي فاتت بنسبة كبيرة. ووفقا لعدد من المصادر الموثوق فيها بيأكدوا ان خلاص النادي الاهلي خلاص تعاقد مع جاكسون مويكا، واللاعب وكيله موجود دلوقتي في مصر. وكمان هو يعني عمل فولو لامير توفيق على الانستجرام او فولو على لامير توفيق على تويتر، مش متاكد، بس هو يعني بنسبه كبيره جدا هو انهى كل شيء او في طريقه لانهاء كل شيء مع فريق النادي الاهلي. طبعا الشيء اللي ساهم في ان جاكسون مويكا خلاص موقفه ينتهي هو اقتراب نادي بشكتاش نفسه من التعاقد مع فينسنت ابو بكر المنتقل من نادي النصر السعودي بعد تعاقد الفريق السعودي مع كريستيانو رونالدو. طبعا دي ساهمت بشكل كبير جدا في ان الصفقه تتم مع رغبه مويكا نفسه اللي بقاله كتير كان بيتكلم عن ان هو نفسه يلعب في النادي الاهلي، وكان النادي الاهلي بيحاول انه يتعاقد معه، ولكن الموضوع كان صعب. التعاقد هيتم اعاره بنيه البيع لمده 6 شهور، اكيد يعني مكتوب القيمه، مش عارف لسه القيمه هتبقى كام. كان اللاعب ده انتقل قبل كده ب 3 مليون 300 الف تقريبا يورو من الساندر ليج بشكتاش، فلعيب يعني ليه اسم وليه كل حاجه. هي صفقه بتفكرني بصفقه فلافيو، كنا عايزين نجيبه سنه 2001 وبعدين التعاقد تم سنه 2005 تقريبا، فنتمنى ان شاء الله ان الحلم المؤجل ده يفكرنا بحلم فلافيو. اللي اتمناه من ربنا ان النادي الاهلي كمان يفكر في مهاجم فلسطيني. انا برشح وداي الدباغ بصفه خاصه، لعيب ممتاز جدا وهايل جدا. اعتقد ان التفكير في مهاجم فلسطيني في ظل الازمه اللي النادي الاهلي بيعاني منها في الهجوم، اعتقد انه بقى شرط. اذا حتى انت ما عرفتش انك تعمل تعاقد سريع مع مهاجم اخر مكان تاو، يبقى الافضل ان يجي مهاجم فلسطيني تاني يدعم الهجوم في النادي الاهلي اللي واضح ان هو بعافيه كبيره جدا، مع تصعيد اي مهاجم من الناشئين اذا قدرنا واذا شاف كولر ان خلاص ما فيش حاجه غير كده. ان شاء الله الصفقه تتم والاخبار تصدق، وباذن الله نعلن رسمي في اقرب فرصه. السلام عليكم.